في مرحلتين كل حدا منا بيمرق فيهم. أول مرحلة بتكون حاسس إنه كل شي عم يمشي معك صح، كل شي عم تقدر توصله، الدنيا فاتحة بوجهك. بس في مرحلة تانية بتحس إنه الدنيا مسكرة بوجهك، فيش شي عم تعمله عم يزبط، كل شي عم بيصير أصعب من قبل. عم تحس حالك إنه أنت ضايع، مش عم تعرف كيف بدك تمشي، ولا عم تعرف شو بدك تعمل، ولا عم تعرف مع مين بدك تحكي أصلا لحتى تمشي صح، او تعرف حالك كيف بدك تمشي صح. فاذا انت بالمرحلة الثانية هذا الفيديو لإلك. اليوم حبيت اعمل هذا الفيديو، خليه يكون فيديو كأني عم بحكي معكم مباشرة. في قصة كنت عم بقراها وكتير عجبتني. كان في بنت وبيي، البنت كانت مسكرة معها على الاخر، يعني بالجامعة مش عم تعمل منيح، بالحياة مش عم تعمل منيح، بعلاقاتها مش مرتاحة، عم تروح على طريق الوحدة أكتر، عم تصير وحيدة، عم تبعد عن المحيط تاعولها. فأجت عم تشكي لبيا إنه خلص أنا ما بقى فيي كمل هيك، تعبت، حس حالي مخنوقة كتير. فقال لها عودي لأفرجيكي هالإكسبيرمنت. قام جاب بيضة وجاب حبة بطاطا وجاب بينز، كل وحدة منهم حطها بمي سخنة. البطاطا صارت سوفت، صارت إذا مسكتها بتنفعس. بيضة شو صار فيها؟ صارت مسلوقة بس قاسية من برا. البينز تحولوا لقهوة. فوحدة اختارت انها تصير ناعمة، ووحدة اختارت انها تصير قاسية، وحدة غيرت حالها كليا. يعني لو قد ما غيرت environment، اذا انت مش جاهز انك تغير من جوا او مش عارف لشو بدك تغير، فهل انت بتختار تكون سوفت ولا بتختار تكون قاسي، او بتختار انك تغير الانفايرمنت كله. لهيك الانفايرمنت اللي نحن فيها هي عامل كتير اساسي بقد ايه المدة اللي حنضل ضايعين فيها. هل في حدا بالانفايرمنت تاعولي حيكون حدا ويعطيني نصيحة لبطل ضايع؟ هل حيكون المحيط تاعولي مش مهتم لإلي وانا اقعد فكر بالاشياء واقعد to figure things out؟ فالمحيط تاعولك هو كتير بيأثر بقد ايه المدة اللي انت حتضل ضايع فيها، واذا انت حتضيع ولا لا. اصلا اذا انت هلأ ضايع، تذكر انه الله دايما بيعمل الاشياء لسبب. يمكن انت هلأ ما معك مصاري، بس الله عم يعطيك هذا السبب لحتى يخليك تفتش على طرق لحتى تقدر تعمل مصاري. عم يخلق عندك شي جواتك لحتى يخليك تشتغل ويصير معك مصاري. اذا انت خسرت كلاينت، الله عم بيخليك انك تتعلم انه عطول تفتش على كلاينتس وما تعتمد على واحد. اذا انت كنت بتحب حدا وتركته، كمان هذا درس انت عم تتعلمه، يمكن لبعدين ما يصير معك مشاكل تانية. هلا انا ما تاخذوا نصايح بهالاشياء اني مش شاطر فيه. وبعرف انه هيدا المرحلة كتير صعبة، مرحلة انه انت تكون ضايع، مش عارف شو بدك تعمل بمستقبلك، مش عارف اذا الاشياء اللي انت عم تعملها حاليا حتوصلك للشي اللي انت بدك اياه. بس دايما بس تكون ضايع، رجع للاساس. رجع ليه انت بلشت. هل انت بلشت كرمال اهلك؟ هل انت بلشت كرمال حدا بتحبه؟ هل انت بلشت لانه انت عندك قصة من انت وصغير مأثرة فيك وبدك ترجع تبرهن لهول الاشخاص انه انتو كل اللي قلتوه عني كان غلط؟ فدايما رجع للاساس. ليه انت بلشت؟ هون بترجع تعطي حالك سبب انه انا مش لازم اوقف، لانه في عالم ناطرتني. يا في عالم ناطرتك لحتى تشوفك انك فشلت، يا في عالم ناطرتك لحتى تشوفك انك نجحت، اللي هن اهلك واللي هن رفقاتك، ويمكن كمان كونوا عالم تانية ناطرينك لحتى تفشل. ففي عندك اثنين. واهم شي بس تكون ضايع انك ما تفكر زيادة عن اللزوم. صح نحنا بنفكر انه انا هلا بمرحلة العشرين، بدي اعمل مصاري، بدي عيش اهلي عيشة حلوة، وبدي امن مستقبلي. يمكن انت ما عندك بيت بدك تشتري بيت، يمكن ما عندك سيارة بدك تشتري سيارة، في كتير اشياء بنفسك بدك انت تعملهم او حابب بالمستقبل انك تعملهم، وعم تضلك تفكر كيف بدك توصلهم. عطول عم تفكر شو بدك تعمل بعد 5 سنين وشو بدك تعمل بعد 10 سنين، بس عم تنسى شو بدك تعمل هلأ لحتى توصل لهوليك. فانت عم تركز على الهدف الاخير وعم تنسى كل الطريق اللي بدها توصلك لإله. اصلا كل المراحل اللي انت قاعد فيها عم تحسب قد ايه عم تدفع بالشهر، شو بدك تعمل لتشتري هيدي الشغلة اللي حتحسن لك الشيء اللي عم تعمله، كيف بدك تصرف على حالك وتنبسط اكتر. كل مراحل انه انت تاخد
فرصة أحسن من اللي أنت فيها هلأ، يصير مدخولك أكبر، إنك تصير عم تعيش مرتاح ومبسوط أكتر، إنك ما تتخبى بس رفقاتك يقولوا لك تعال نظهر تقول لهم لا مش قادر عم بشتغل وما بعرف شو، بس أنت لا بتكون عم تشتغل ولا شي، بس لأنه أنت ما معك مصاري مشان هيك عم تقول لهم أنا مش قادر، أنا ما في روح، بس أنت ضمنيا بكون بدك تروح بس أنت مش قادر. هول المراحل نحن ما فينا نقطع عنهم، بدك انت تمرق فيهم، فما تفكر فيهم زيادة عن اللزوم، حيقطعوا وحتتضايق فيهم وحيكونوا بيوجعوا اكيد، ويمكن تمرق بهذا الشيء وما حدا يعرف فيه اصلا الا بعدين، بس هذا الشيء بده يمرق، ما فيك تقطع عنه. يعني في حديث قريته بيقول انه لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني بيروح الطير الصبح معدته فاضي ما في اكل، رايح يفتش على اكل، بيرجع على البيت الله بيرزقه، الله بيرزقه كل النهار بيكون عم بفتش على اكل، الله ما بيرجعه على البيت الا ما يكون اكل وبطنه متلان. فانت نفس الشيء، كون متوكل على الله مثل هيدا الطير، مثل هيدا الطير كيف عم يظهر مش عارف رزقه من وين بده يجي، بس عارف انه رزقه حيجي. فانت هيك بدك تكون متوكل على الله، لانه بس هذا الشيء يصير بقلبك وتتوكل على الله صح، ساعتها كل شيء بحياتك حيصير احسن. بس يكون الله موجود بحياتك كل شيء حلو حيكون موجود بحياتك، حتى لو كنت ضايع بس حط الله بقلبك وكل شيء حيمشي مثل ما انت بدك، حتى لو انت هلأ ضايع. بس هي مسألة وقت وصبر وإيمان إنه الشيء اللي أنت حاطه بقلبك لو ما الله كان كاتبه هذا الشيء ما كان حيصير، والله ما كان حيحطه بقلبك، والله ما بيخذلك، الله ما بيتركك بنص الطريق. فكون واثق فيه وامشي مثل ما الله أمرك. وإذا أنت هلأ ضايع إن شاء الله بيخليك تنقي الخيار الصح وبتمشي على الطريق الصح. اترك بالتعليقات إذا أنت شي يوم كنت ضايع كيف تعاملت مع هذا الضياع. بشوفكم بالفيديو الجاي.